شهد الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال بافتتاح مصنع الحديد والصلب في حلوان. ووصل الرئيس إلى السرادق وبرفقته المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة، والسيد حسن إبراهيم رئيس المؤسسة الاقتصادية، والسيد عبد الحميد السراج وزير الداخلية بالإقليم الشمالي. واستقبل سيادته السادة أحمد محمد رزق ومحمد رشدي وأحمد فؤاد وأعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب. وألقى الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة كلمة جاء فيها: لقد طرد المستعمر من البلاد وأصبح اقتصادنا في أيدينا. ثم تكلم السيد حسن إبراهيم فتحدث عن دور الشركة في النهضة الشاملة للبلاد. وألقى المهندس أحمد محمد رزق عضو مجلس الإدارة المنتدب كلمة شركة الحديد والصلب. ثم وقف الرئيس وألقى كلمة جامعة قال فيها: يجب أن نتعود على الأزمات الخارجية، ويجب أن لا تعوقنا هذه الأزمات عن البناء الداخلي، فيد تدافع واليد الأخرى تعمر وتنشئ. اوقفوا الإسراف والبذخ وتحملوا مسؤولياتكم كقادة. وعلى الإثر أزاح الرئيس جمال عبد الناصر الستار الحريري عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح المصنع. ثم طاف سيادته والمدعوون بأقسام المصنع المختلفة، فشاهد سيادته عمليات تحويل الحديد الخام إلى حديد وصلب، وأمضى أكثر من ساعتين لمشاهدة هذه العملية من أولها إلى آخرها، وأبدى إعجابه بهذه المؤسسة الوطنية الكبرى. وهكذا بدأت عجلة النهضة تدور في خطوات منتظمة قوية واثقة نحو الغد الزاهر المشرق.